اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. موضوع النهاردة مهم جدا جدا. ممكن ما نقدرش نصلح حاجات فاتت، بس احنا نقدر نركز في الجيل الجديد. نقدر نركز في ولادنا اللي احنا بنربيهم علشان نقدر نربي راجل صح. ازاي اقدر اربي راجل صح؟ ازاي اقدر اتجنب واقلل من نسبة المشاكل الكتير جدا اللي اتخلقت في المجتمع بسبب ايه؟ بسبب ان عندنا للأسف تربية غلط، نشأ عنها جيل مش قادر يتحمل المسؤولية. دوري كده وفتشي على نسب الطلاق، هتبصي تلاقي بقى ايه النسبة الأكبر بتشتكي. ده كان عنيف معايا، طول الوقت بيشتمني، بيمد ايده عليا، مش قادر يتحمل مسؤوليتي، مش بيصرف عليا انا والولاد. هتبصي تلاقيها كلها مشاكل. لو فتشنا فيها كده هنلاقي ان اخطاء التربية بترجع للأهل من الأول. طب ازاي بقى انا اربي راجل صح يقدر يعتمد على نفسه، يقدر ان هو يفتح بيت ويكون مسؤول عنه، اقدر انا كأم بعد كده لما اكبر اعتمد عليه واتسند عليه؟ الموضوع بقى محتاج ان احنا نركز مع بعض شوية كده، لان هو بيبدأ كده من وهو الطفل صغير. طب احنا الطفل الصغير سن قد ايه؟ انت بتبدأي معاه من سن كمان يعني 4 سنين و5 سنين وانت طالعة كده. طب ايه بقى ال4 سنين و5 سنين؟ طب انا هعلمه ازاي الحاجات دي؟ ده هو اصلا يعني بيسمع الكلام بالعافية. لا، دي حاجات كده بتتغرس جوه البني ادم، زي القيم والمعتقدات. الحاجات دي لما بتترسخ عند الشخص وبيطلع بيكبر عليها، هتبصي تلاقيه خلاص هو من نفسه بقى بيتصرف بالطريقة دي، لان هو طالع متربي على كده. اول حاجه هنعملها ان احنا هنبدا ولادنا بيلعبوا، فما فيش مشكله بعد ما يخلصوا لعب خالص نعودهم ان هم يشيلوا الحاجه مكانهم. يشيلوا الالعاب دي اهي مهمه بسيطه جدا، ممكن تكون من وجهه نظرك اللي هو ايه، يعني انا ساعات بلم الالعاب علشان اريح دماغي من بقى يلا شيل، يلا حط الحاجه مكانها، مش بيرضى او لا، ما تستسهليش. حتى لو في البدايه، طب انا هساعدك واحده واحده، تسيبيه هو ايه يبدا يلم اللعب مكانه، يقدر يعتمد على نفسه، يروح يجيب مثلا لنفسه كوبايه ميه لو انت خايفه ان هو يتعور تقع منه كوبايه ازاز او طبق ازاز. فحاولي دايما في الفتره دي وهو صغير يعني، او ولادك صغيرين، تخلي عندك حاجات ما تتكسرش. ايه، هاتي كده كوبايات بلاستيك، اطباق بلاستيك، تبقى هي دي الحاجات اللي بتستخدميها مع ولادك وهم صغيرين. حته ان هم يعتمدوا على نفسهم دي نقطة كده نعتبر هنقول بقى ايه، نقطة على اول السطر، دي كده البداية. بالتدريج بقى لما يبدأوا ولادنا يكبروا من سن 7 أو 8 سنين، فانا عندي الولد عادي يقدر، انا طبعا انا الولد والبنت بنعلمهم تحمل المسؤولية بالشكل اللي انا بقوله دوت، بس احنا النهاردة هنركز على الولاد بشكل عام علشان نطلع زي ما احنا قلنا ايه، رجالة صح نقدر نعتمد عليها. هنبدأ نخليه بقى من 7 أو 8 سنين يروق الأوضة بتاعته. طب ده كده هيبقى كتير عليه، ده ممكن أصلا ما يرضاش. في البداية على فكرة كل حاجة بتبقى صعبة ومتعبة. انتي مش اول ما تقولي له حبيبي يلا قوم روق الاوضه فيقولك بس كده من عينيا يا ماما، ده انا هقوم حالا اخليها لك زي الفل. لا، هو هينكفك ومش هيرضى، وفي الاول هيرفض، بس انتي بقى مع الوقت والمثابره وتبداي ان انتي تعوديه ان دي حاجه ضروريه، لازم الصبح لما يقوم يبدا ان هو يروق الاوضه بتاعته. لو غير الهدوم بيبدا ان هو يعلقها مكانها، او يحط مثلا في الغساله، او يطبق الحاجه في الدولاب. كل الحاجات دي بالتدريج هتبصي تلاقيه بقى ايه، بيتعود برضو انه يتحمل المسؤوليه. في حاجه بقى مهمه جدا، المصروف. المصروف ده اللي احنا بقى بنديه كده ومش بنركز معاه خالص. المصروف ده ممكن نعمل بيه حاجه كويسه جدا، ان احنا بدل ما ندي المصروف، يعني لما يكبر في السن كده شويه يبقى في ابتدائي، بدل ما ندي المصروف كل يوم، لا انا اقول له انا هديك المصروف بالاسبوع، واخر الاسبوع المبلغ اللي هيتفضل معاك انا هديك قده، وتقدر تنزل معايا نروح مثلا نشتري بالمبلغ اللي انت حوشته دوت اي حاجه انت عايزها. عايزه اقولك الموضوع دوت بيفرق معاه كتير جدا. بيفرق معاه في ايه بقى؟ في ان انتي بتشجعيه ان هو يقتصد من مصروفه. هو بيصرف تمام، بيصرف الفلوس، بس في نفس الوقت بيقدر ان هو يقتصد جزء من المصروف. وبيتعلم كمان ان مش كل حاجه نشوفها بعينينا او نشتهيها نجري عليها نجيبها، لان احيانا ممكن يقع في ظروف، او يقع في بعد كده في مشاكل تمنعه ان هو يشتري الحاجه اللي هو عايزها. فلازم يتدرب على الموضوع ده من وهو صغير. ولادنا لما يكونوا قادرين ان احنا ننزلهم، يعني سنهم كبر شويه، ننزلهم حتى السوبر ماركت اللي تحت دوت، نسيبهم ينزلوا يشتروا لنا الحاجه. بلاش بقى نقعد نقول بقى ايه، لا خلاص انا هنزل اشتري الحاجه. لا، لو ابنك يقدر ينزل يشتري الحاجه دي والمكان مش بعيد عليه والمكان امان، فانتي مفيش مشكله ان انتي تنزليه، علشان بالتدريج كده يبدا بقى ايه،
يبدأ ان هو برضو يتعود ينزل يشتري لك الحاجة، يعتمد على نفسه. في البداية هتديله فلوس قليلة على قد الحاجة اللي هيشتريها. بالتدريج واحدة واحدة هتبدأي تزودي الفلوس، بحيث ان هو لما ينزل يبقى فيه باقي، يبقى عارف يتصرف، عارف هو هيدي كام وهياخد الباقي كام. النقطة دي برضو مهمة جدا جدا. حتة بقى ان احنا بنربي للأسف الولاد في المجتمع بتاعنا، وفي المجتمع وفي اغلب المجتمعات العربية، على ان بقى ايه يعني الراجل بيطلع يشوف نفسه ان هو مركز الكون والكون كله بيلف حواليه. فان انا بقى ايه لا انا ما ينفعش اقوم اساعد واغسل مواعين، انا ما ينفعش امسك مقشه واكنس. لو تيجي الام بقى ايه ده انت اللي ماسك تكنس، تعالي اكنسي مكان اخوكي، تعالي انت حطي الاكل مكان اخوكي، لا ما ينفعش تقف على الحوض وتغسل المواعين. لا، كل الكلام ده احذفيه نهائيا، لان اول واحده هتتضر انت. طب انت لو مش جايبه بنات، لو انت خلفتك ولاد، هتتصرفي ازاي لما تكبري؟ المفروض ان انت بقى ايه يعني ولا هتروحي بقى تتبني بنت عشان هي تشيلك؟ لا، عوديهم من الاول على كده. مفيش حاجه اسمها الوظايف دي او المهام دي جوه البيت من اختصاص الراجل بس، لا، من اختصاص سوري الست بس، لا، انت عادي انت ممكن تقوم برضو وتساعد. ودي على فكره يعني مش عايزه اقولك انت هيدعيلك كتير جدا، يعني ان الراجل المتعاون المساهم دوت ما بيغلفش نفسه، ما بيغلفش اللي حواليه. حته بقى ان انت مع الوقت بالتدريج انا بابا مش موجود، فانت بقى ايه حتى لو كان صغير، انا هو باكد على النقطه عشان الراجل هو لسه صغير. طب روحي حبيبي اقف، مثلا جاي لنا حد هيصلح حاجه في السباكه، هيصلح حاجه في الشبابيك، في النجاره، في اي حاجه، نعلمه ان هو هيقف مع الراجل لحد ما يخلص الشغل بتاعه. انا كده بعتمد عليه. نطلع المواصلات فانا ابقى مدياله الفلوس، هو اللي يحاسب. كل النقط دي رغم انها بسيطة بتأثر كتير جدا، بتخلق لي راجل على فكرة. وعايزة اقولك ما تستقليش بأي خطوة من الخطوات دي. مهم جدا كمان بقى ان احنا يعني اقول لكم ايه، نفجر الجملة بتاعت مفيش راجل ما بيعيطش، لان للأسف الجملة دي مترسخة في العقول وفي القلوب واللسان طول الوقت. مفيش راجل ما بيعيط، لا اوعى تعيط. ليه يا جماعة ليه؟ ليه؟ ما هو انتوا لما بتعودوا ان هم بيطلعوا يكبتوا مشاعرهم، ويتعودوا ان لا عيب ان انا اعبر عن مشاعري، هتبصي تلاقيه طالع من الاخر كده جاحد، ما يعرفش يقول كلمه بحبك، ما يعرفش يقول كلمه شكرا. ربوا في ولادكم ثقافه الاعتذار، لان انت ممكن يعني بسهوله جدا تقدري تزرعيها جوه البنت، او ان انت البنت بطبيعتها بتبقى حنينه ورقيقه كده، فاللي هو عندها بقى ايه سوري دي، يعني تلاقيها اول جمله عندها اول ما تخبط حد سوري، اول مثلا ما تدوس على رجل حد وهي مش قصده معلش انا متاسفه. لكن الولد بص تلاقيه بقى جامد كده، احنا بقى ما فيش بقى راجل بيعيط، ما فيش راجل بيعتذر، ما فيش راجل بيقول شكرا، لا احنا كده بقى يعني بنبوظ الدنيا خالص. طب انا ربي ثقافه الاعتذار ازاي؟ طول ما انا بقول حبيبي يقول شكر، يا حبيبي يقول انا اسف، عمرها ما هتطلع اصلا. فانتي اتعودي، انتي غلطتي فما فيش مشاكل ان انا اروح انا اسف يا حبيبي، بابا غلط في حاجه مثلا فانا اسف يا حبيبي، هيلاقي ان الموضوع عادي، ده انا ما فيش مشكله عندي ان انا اعتذر، يعني خلاص عادي ان انا اعتذر، مش حاجه هتقلل من رجولتي، ولا حاجه هتبوظ شخصيتي كده قدام الناس ولا صورتي. لا، ثقافه الاعتذار دي ثقافه جميله جدا. علمي بقى ولادك ان دايما لما يكون في مواصله عامه، لان الموضوع بصراحه بقى يعني هو للاسف ما بقاش مقتصر على الولاد بس، حتى البنات يعني انا شايفاه مش يعني انا شايفاه قله ذوق ان تبقى البنت او الولد قاعدين وفي راجل كبير في السن او ست كبيره في السن، وهم قاعدين حاطين الهاند فري في ودنهم وحاطين رجل على رجل وقاعدين، مفيش ادنى مشكله نهائي ان الست الكبيره او الراجل الكبير دول واقفين. لا، ما ينفعش ان احنا نقعد وفي حد كبير واقف، ما ينفعش انا كولد قاعد فاتح رجلي كده ومريح على الانسه اللي جنبي، لا انا طول ما انا جنبي بنات فانا لازم اكون لامم رجلي، لازم ان انا اخد بالي من قعدتي علشان ما اضايقش اللي جنبي. لازم الحاجات دي نزرعها جوه ولادنا. بلاش بقى حته ايه ده احنا بنهزر بقى فما فيش مشكله ان هو يدخل يلبس طرحه وجلابيه عشان يضحكنا وانا خايفه عليه من الحسد فهلبسه جلابيه بناتي ولا فستان بناتي من وهو صغير. الحاجات دي يا جماعه بتعمل اضطراب في الهويه الجنسيه، ونرجع بعد كده نشتكي يعني من استغفر الله العظيم الاشكال اللي على التيك توك اللي احنا مش عارفين هم بنات ولا اولاد ولا جنسهم ايه. ده
ده نتيجة ان الاهل من الاول ما زرعوش جواه لا انا راجل، انا الراجل ما ينفعش اعمل الحاجات دي. لازم بيبقى في حاجات كده بتميز الولد عن البنت، لازم ان انا ابدا اركز معاها علشان زي ما انا قلت ما يحصلش اضطراب في الهوية الجنسية ونشوف الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. مهم جدا كمان ان انا اخلي ابني يعبر عن مشاعره، يعني اعلمه ازاي يقول انا بحبك، وحشتوني، او ويبدا بقى يحس باللي حواليه ويعبر عن المشاعر دي ازاي. انا لو بابا تعبان فانا ادخل اقول له مثلا ايه، الف سلامه عليك يا بابا. لو هو كان مسافر فحمد لله على السلامه. الحاجات دي بتفرق، التفاصيل دي بتفرق. ركزوا كده. هتلاقوا برضو من الستات اللي بتشتكي ده هو ما بيعرفش يقول لي كلمه حلوه، ما بيعرفش يقول لي حتى شكرا انك عملتي الحاجه دي. هو انت بتعملي ايه؟ ما بيعرفش يقول لي بحبك، ما بيعرفش يقول لي كلمه تبل ريقي. هو علشان اتعود ان هو يطلع جاف من الاول. طب تمام، انا كمان لازم علشان اربي راجل صح يبقى لازم ان انا اعوده ازاي يحترم اللي حواليه ويبدا يفكر فيهم، ما يبقاش شخص اناني. في ايه بقى ما يبقى الشخص اناني؟ ان انا اعوده يجيب هديه. مفيش مشاكل ان بابا كده من فتره للتانيه هات هديه لماما ولاختك، حتى اختك دي اكبر منك اصغر منك، لا اتعود ان انا بقى ايه، هي البنات بتحب الدلع والهدايا والكلام دوت، فانا اعوده ان هو يعمل الحاجات دي. الحاجات دي على فكره مهمه جدا جدا. كمان مهم قوي ان انا ما اقعدش اشتمه طول الوقت، اللي هو يا حمار يا غبي يا زفت، ببوظ الدنيا وببوظ شخصيته وبطلعه شخصيه ضعيفه وحاجه زي الزفت. الموضوع ده بقى بينطبق على الولاد والبنات، لازم اركز قوي في الحاجات دي. وجمله بقى انت صغير، انت مش هتفهم حاجه، يلا امشي من هنا، الجمله دي ابعدي عنها. طول ما انت شايفاه صغير، طول ما انت شايفاه ان هو مش يعني مش هيقدر يعمل حاجه، هو كمان هيشوف نفسه كده وهيفضل كده. خليكي واثقه دايما في قدرات ابنك، ماشي؟ وعلى المستوى العام خليكي واثقه في قدرات ولادك سواء كانوا ولاد او بنات. لما يجي مثلا الولد يعمل حاجه كويسه فانا لا ده انا مبسوطه جدا وفخوره وابدا بقى احكي عن الانجاز العظيم اللي هو عمله مهما كان بسيط. مش لازم يكون عمل حاجه كبيره، لا ممكن يكون عمل حاجه صغيره بس انا حسسه ان هو انجاز كبير. وممكن كمان استغل الفرصه ان انا لو جالي ضيف او بكلم خالته في التليفون او بكلم اي حد من قرايبنا احكي قد ايه هو كان شاطر وقد ايه انا اعتمدت عليه في الموقف الفلاني. الحاجات دي كلها هتربي راجل صح. خلينا نربي ولادنا صح علشان ما تجيش بعد كده يعني واحدة تبدأ تدعي علينا، ولا نبهدل بنات الناس معانا ولا نبهدل نفسنا، لان احنا اول ناس هنشرب من كاس التربية اللي احنا بنزرعه جوه ولادنا. ربنا يحفظ ولادنا جميعا.